بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي الصغير، الأول عندنا لكم لغز واحد، لغز فلسطين في سورة آل عمران. بكة، إيش معنى بكة؟ بكة اللي يتغير إلى العبادة نعبد عليها. يعني مثلا أعبد رب هذا البيت. طيب، بحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء يكلموا وإنه على اللي يسفك الدماء. يعني مثلا يقول لك قال رسول الله تهدم الكعبة حجرا ولا يهدم دم امرئ مسلم. المعنى ان الكعبة تتدمر اهون من ايش؟ اهون من يوم الكعبة تتدمر، اهون من يوم يوقع سفك دماء مسلم على مسلم. المحبوطين العمل الكلام هذا يتكلموا على الرسول وهم بعيدين عنه. مسلم يقتل مسلم. طيب لو كنا مثلا خلاص انتهى الحديث، حديث رسول الله طبق. ايش المعنى الطبق ان الحديث خلاص الكعبة الأولى انتهى، نرجع للكعبة الأولى اللي قبلة ايش؟ قبلة المسلمين الأولى، الذي كانوا يقولوا الرسول هاجر من هنا. سبحان الذي يسر من المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى في ليله، أن ترجع الآية القرآنية. تمام. فالذي يملك الملك مثلا، لو ملك الملك الشعب اليمني مع فلسطين مع سوريا قضية حق الإصلاحيين مزومين 100% تبع الزنداني. العالم كله تبع اليمن. مش انا اتكلم وانتم بعدها تقولون هذا مخرف ولا هذا مجنون. خلونا مجنون، قابل مجنون انا قابل، لكن حاجه ثانيه لا تسيفوش تفعلوا بالخير وان شاء الله انه يتحقق. لانه المطاوع يقولون انا مجنون، انا والله ما انا ضبل بهم، لانه انا هم ساووا علي ولا رقوا عليهم مكنوني ان انا من طينه وسخين، وان انا رجل زاني، وان انا مدري ايش، ولا المقطع الاول يوضح لكم بسبب ان انا اتعرض للذا قل لهم هذه حرام يقولوا لا حلال. فجد عين الحديث اللي هم يضع ما يعملوا بش خلاص على هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهدم الكعبة حجرا. تهدم الكعبة حجر. ليش؟ لانه كم مسلمين ماتوا، كم فلسطين يروحوا لهم بلاش هباء المنثورة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهدم الكعبة حجرا سبب واحد بس، سبب واحد. طيب من سبب الفتنة اللي باليمن؟ من سبب الفتنة اللي في سوريا؟ ما هي السعودية مشاركة مع التحالف؟ رجع أول نتحققوا ذهين. ما هي السعودية مشاركة مع ضرب الحوثي؟ واحنا ما مش حوثة عندنا بلا، يعني ما مش اسم حوثي بالبحر، بس ان الاسم الحوثي هذا عفاش الله لا بارك له ما فتن، ومن حرض ومن امر ومن كان يقول الزنداني. انا ما اصلا الزنداني ولا معه كلام. نتكلم بافتاء الحرب على مسلم على مسلم، يمني على يمني، صح ولا لا؟ الا الشله الاخيره اللي هم من خارج الاحزاب. يعني الزنداني وعياله هربوا من البلاد. ليش؟ ماشي سفك الدماء. علي عبد الله صالح نفس الطريقه، بس انه سياسه. هم مصر واعلم بالحرب بينه باليمن انه
علشان مو لأنه كان القبيلة كلها كانوا بياعين دول أخرى، كانوا تبع دول أخرى وبرضه من الحكومة وبرضه من. فكان علي عبد الله صالح يقول أنا ما أجلس فاسد، ما أجلس أنا للظهر الفساد، يفسدون ظهري. فدخل الحوثي هم الإصلاحيين، الحوثي هم تنظيم القاعدة، الحوثي هو الدواعش، الحوثي هو كل اللي فات من تحت الزر الزنداني وعلي عبد الله صالح ومن علي محسن وغيره الناس الصالحين الذي يشحررون اليمن. طيب انتهى المشكلة، انتهى. طيب الآن نحن العبادة لنا نرجع قبلتنا الأولى ولا لا؟ نعبد رب هذا البيت. طيب احنا نعبد رب هذا البيت يا بيت، كل بيت بالمسجد، كل بيت بينه بالمسجد، مسجد يعني مثلا المسجد اللي هو باليمن كل المساجد نعبد الله نتيقن نعبد ربه، نعبد برب هذا البيت. طيب ابونا ابراهيم حدد القبله ولا حدد شيء ولا حاجه؟ ما حدد شيء. يا مشرك ومدري ايش هذا كل شيء علشان يتعرف على الله اشقى دحين الله ده هذا كل شيء. والله تعالى نزل القران لا النبي ابراهيم فقال اشتك ان تحيي الموتى، ففعل الله قطع الطيور هذا كل شيء وزعنا على الجبال جاء له سعيها. طيب هل قال انا اعبدك يا رب الكعبه؟ قال انا اعبد رب هذا اللي فطر السماوات والارض. طيب احنا من نعبد الذي فطر السماوات والارض على من؟ على ابونا ابراهيم. جات لكم الفكره؟ يعني لا جاء ايام من الايام وحولوا القبله الاقصى، هل هو جائز او مش جائز؟ هذا تبعنا، تبع من؟ تبع الاسلام. يوم يقول الاسلام ياتي غريبه ويعود غريب. الحين احنا غريب على صفتنا احنا جديد لانه سفك الدماء قد سالت على الكعبه خلاص انتهى، ترجع العباده لنا الى المسجد الاقصى ان شاء الله نتحقق وقريبا، والمقطع هذا شاهد عليه. والسلام عليكم الى مقاطع اخرى.